في قرية هادية في قلب الشرقية كانت فتحية ست بسيطة عايشة لوحدها بعد جوزها ما مات من 3 سنين. الكل كان بيحبها، لكن من فترة بدأت حاجات غريبة تحصل في بيتها. الناس في القرية سمعوا صرخات طالعة من بيت فتحية كل ليلة، بس لما حد يقرب الدنيا تسكت فجأة، وفتحية تطل من الشباك بعينيها الواسعة وتقول مفيش حاجة يا ولاد. بعد كده الحيوانات في البلد بدأت تتصرف بغرابة. كلاب تعوي بالليل قدام بيتها، والحمير تصوت بشكل هستيري لما تقرب من السور. واحد من العيال الصغيرين شافها مرة بعد الساعة 3 ماشية في الغيط، شعرها مفكوك ووشها مش باين، بس عينيها كانت بتنور أحمر، وقال دي مش فتحية، دي حاجة تانية. الناس قالت يمكن تعبانة نفسياً، لكن أم سمير جارتها قالت إنها شافت فتحية بتكلم نفسها في الجنينة وبتضحك بصوت خشن زي راجل كبير بيهمهم. ليل ورا ليل الكلاب بتعوي أكتر، وفي يوم لقوا فرخة متقطعة قدام بيتها ووشها مقلوب ناحية الحيط، والناس قالت في لعنة سكنت البيت ده. الشيخ مبروك راح يقرأ قرآن قدام بابها، لكن ما كملش آيتين وصرخ فجأة وقال البيت ده فيه كائن مش من هنا، ما تدخلوش. بعد الليلة دي فتحية بقت متغيرة، عينيها سودة وشها ناشف، بتكلم قليل وبتضحك لنفسها وهي بتغسل الغسيل في المية الساقعة حتى في عز البرد. العيال خافوا يعدوا من قدام بيتها، ولما قطة جارتها دخلت الحوش خرجت بعدها بساعتين مشوهة، جسمها متكسر وعينيها مش موجودة. الناس قالت إن فتحية كانت بتلبسها روح من الجن وبتخرج بعد الساعة 3، بس محدش يقدر يثبت حاجة، لأن اللي شافها بليل إما جن أو اختفى. في يوم العمدة بعت الغفر علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل عند بيت فتحية، لكن أول ما دخلوا سمعوا صوت ست بتعيط وبعدين ضحكة عالية شيطانية. الغفر خرجوا يجروا من غير ما ينطقوا بكلمة. واحد فيهم نام يومين من غير ما يصحى، والتاني قال إن هو شاف شبح ست ماشية من غير رجلين. أم رمضان قالت إن ابنها الصغير صحي مفزوع بالليل وقال لها ماما في ست بتعيط عند الشباك، كانت عينيها بتنزف دم. الناس بقت تهمس فتحية مش بني آدمة بليل، هي حاجة تانية، يمكن تكون ملبوسة ويمكن حاجة أسوأ. الكلاب فضلت تعوي حوالين بيتها كل ليلة الساعة 3 إلا دقيقة. أول ما الساعة تضرب 3 كل حاجة تسكت، وكأن الهوا اتحبس في القرية كلها. واحد من شباب البلد اتحدى وقال أنا هدخل البيت وصورها. دخل وبعد 3 دقايق طلع يجري، هدومه متقطعة ووشه كله دم، وما اتكلمش تاني. بعض الأهالي قالوا إنهم شافوها ماشية على إيدينها ورجليها، جسمها ملفوف في ملاية سودة ولسانها بيطول وبيتشقى زي لسان التعبان. في صياد قال إنه شافها بالليل عند الترعة قاعدة على حجر ورجليها مش ملامسة الأرض، بتكلم الضفادع بصوت غريب مش مفهوم. البهايم بدأت تموت بشكل غريب، بقر وغنم مرميين الصبح برقابهم ملوية ووشهم متوجه دايما ناحية بيت فتحية. كل يوم بيعدي الرعب بيزيد، بس أغرب حاجة حصلت لما واحد من الناس شافها بتبص له من فوق النخلة وعينيها كانت بتولع نار. الشيخ مبروك قال اللي في فتحية مش جن عادي، ده عفريت سفلي من شراس المندل وبيصحى بعد الساعة 3 علشان يطلب دم. في ليلة مظلمة واحدة من الغنم دخلت حوشها وفضلت تصرخ بصوت بشري. الصبح لقوها مشقوقة من النص وعينيها مفتوحة كأنها شافت جهنم. أهل البلد اتجمعوا عند الدكان بيحكوا في همس. فتحية كانت كويسة، بس بعد ما لقت الصندوق القديم ده في السقف كل حاجة اتبدلت.
الصندوق كان مليان ورق محروق ومنديل فيه دم ناشف. من يوم ما فتحتوه بدأت تسمع صوت بيناديها بالليل: قومي، الساعة جات. مرة كانت قاعدة لوحدها في الضلمة بتغني بصوت طفلة صغيرة. لما دخلت أم عاطف لقتها ماسكة قطة مخنوقة. الراجل اللي بيعدي بالمواشي من قدام بيتها قال إنه شاف ضلها على الأرض بيتحرك لوحده، وبعدين الظل وقف وبصله. الليل اللي بعده طلعت من البيت وماشية على ركابها في التراب وبتبص للسما وبتضحك بصوت خشن مرعب. النجوم وقتها اختفت. الكلاب هجمت عليها بس مفيش كلب لمسها. كلهم وقعوا على الأرض يتلووا كأن جسمهم بيتكسر من جوه، وكلبين ماتوا بعينهم مفتوحة. في حد قال إنه شافها على سطح الجامع بتصرخ في الهوا بصوت 60 ست، ووشها بيتغير كل ثانية، مرة ست، مرة طفل، مرة عظم. بس الهوا بقى تقيل حوالين بيتها والزرع بيذبل لما تقرب منه، وكأن روحها مسمومة وكل اللي يقرب منها يضيع. بعد ليلة عاصفة لقوا بقرة مولودة برجلين بس، والناس بتقول العفريت بدأ يفسد الخلق، وده كله من عند بيت فتحية. أم فارس حلفت إنها شافت فتحية بليل ماشية على الحيطة ورعينيها بتبصلها وهي بتقول: انتي الجاية بعدي. الرجالة حاولوا يدخلوا يحرقوا البيت، بس أول ما ولعوا نار في الجنينة النور اختفى من السما والريح قلبت عليهم. الشيخ مبروك حاول يرقى البيت من بعيد، بس رجليه شبكت في بعضه ووقع، وبقى يتكلم بكلام مش مفهوم ويضحك لوحده. في ليلة الجمعة سمعوا صوت طفل بيصرخ جوه بيت فتحية، بس مفيش طفل عايش عندها. ولما حد يقرب الصوت يقلب لزقزقة غربان. أبو سليم جاب شيخ من المنصورة. أول ما شاف باب البيت قال: البيت ده فيه عهد مش هيتفك غير بدم كتير. الستات بقت تربط عيالها بالليل. واحدة منهم قالت إن ابنها قال: فتحية جات لي في الحلم، قالت لي تعال العب معايا في الضلمة. واحد من الخفر قال إنه شاف فتحية في المراية بتاعته في البيت واقفة وراه، بس لما لس ما كانتش موجودة. بعديها المراية انكسرت لوحدها. كل اللي بيشوف شكلها بعد الساعة 3 بيحصل له حاجة: يا يتشل، يا يجن، يا يختفي. يسموها ست الساعة 3. القرية كلها بقت خايفة وكل البيوت بتقفل قبل الساعة 3، والناس بقوا يقرأ قرآن طول الليل. بس حتى كده الرعب ما بيخلصش. بعد ما الساعة دقت 3 فتحية كانت بتتحول لعفريت. جسمها طويل، شعرها متشابك زي السحب، وعينيها حمراء بتنور في الضلمة، وصوتها بقى زفير مخيف. جيرانها قالوا إنهم شافوها بتطير فوق البيوت، وشكلها مغطى بالضباب، وأصوات غريبة بتطلع من وراها زي أزيز الحشرات. مرة واحد حاول يصورها بالموبايل، لكن الكاميرا عطلت فجأة والموبايل طلع ساخن لدرجة إن إيده اتحرقت. فتحية لما تطلع تبقى مش بس بتخوف الناس، لكن بتسحب الأرواح من أجسام الضحايا، واللي يشوفوها بيحسوا ببرودة بتخترق قلبهم. واحد من الناس اختفى بعد ما حاول يوقفها، ولقوه تاني يوم مربوط في بيت مهجور، عيونه مفتوحة لكنه مش عارف يتكلم. الأطفال في القرية بقوا يشكوا عن ست بتبان فجأة بالليل، لونها أبيض وبتلمسهم بصوت زي الهمس. شيخ من قرية تانية جه وحاول يرقيها، بس فتحية صرخت وصوتها كسر الزجاج في كل البيوت حواليهم. في ليلة صمت فتحية راحت عند الترعة وبدأت تغني بلحن غريب، والطيور كلها وقفت عن الطيران وراحت تختبئ. بعض الناس قالوا إنهم شافوها بتغير شكلها، مرة ست، مرة وحش،
ومرة شبه ظل أسود بيتحرك بسرعة رهيبة. الأمور خرجت عن السيطرة، القرية كلها بقت محاصرة بالخوف والرعب، وفتحية أصبحت لعنة تمشي بين الناس ولا حد عارف يوقفها. في ليلة ضلمة جدا فتحية دخلت بيت عم حسين، وبدأت تظهر على الجدران كظلال مرعبة، وأصوات صراخ مدوية ملأت المكان. عم حسين اتشل وعيونه فتحت على اتساعها، بس ما كانش قادر يتحرك أو ينطق، والناس لقوه بعد يومين مش قادر يرد على أي سؤال. الشيخ مبروك حاول يحضر جنازة روحية عشان يطرد العفريت، لكن فتحية طلعت له في الحلم بشكل أسود وقالت له: أنا ملكش حق هنا. في القرية البقر والغنم كلها بدأت تموت بشكل مفاجئ، والكل بقى خايف يدخل المزرعة بعد المغرب. واحد من الشباب حاول يدخل بيت فتحية بعد الساعة 3 عشان يصورها، لكنه رجع وهو شبه مخلوق، عيونه لونها أصفر متوهج. فتحية ظهرت فجأة على سطح المسجد بتضحك بصوت عالي جدا، والنور في القرية اختفى تماما لمدة نصف ساعة. الأطفال بطلوا يناموا، وكل واحد فيهم بيحكي عن ست بتغني أغاني حزينة وصوتها بيوجع القلب. في إحدى الليالي فتحية ظهرت فجأة على باب بيت الشيخ مبروك، لكن لما حاول يقرأ قرآن صوتها ارتفع وغطى كل الأصوات. الناس بدأت تتجمع عند وسط القرية بيخططوا يحرقوا بيت فتحية، لكن النيران كانت بتتوقف فجأة، والبيت بيطلع دخان أسود مخلق بريحة كبريت. في آخر لحظة فتحية ظهرت وسط الحشد، وعيونها بقت نار، وصوتها جهز الأرض تحت رجليها، والكل جري يهرب. الليل جه وفتحية طلعت من بيتها، لكن المرة دي جسمها مش بس بيتحول لعفريت، ده بقى شبه دخان أسود بيتلوى حواليها. الريح شدت بقوة، وأوراق الشجر بتطير، وفتحية بتطير في السماء، وصوتها بقى زي صوت آلاف الأفاعي بيصرخوا في وادي مهجور. القرية كلها بتصحي في نص الليل على صراخ مرعب، وكأن الأرواح بتتسحب من أجساد الناس، واللي بيحاول ينادي بيختنق فجأة. واحد من الشباب اللي حاول يهرب قال إنه شاف فتحية بتطير فوق البحر وبتلقي ضوء أحمر ناري على المية، والبحر بدأ يغلي. الناس بقت تتخلى عن بيوتها ومفيش حد قادر يوقفها، واللي بيحاول يتصدى ليها بيلاقي نفسه في كابوس لا نهاية له. في ليلة عاصفة الشيخ مبروك دخل البيت مع كتاب قديم وبدأ يقرأ تعويذات عشان يطرد العفريت، لكن البيت ابتدى يتهز بقوة. الضوء انقطع فجأة، وفتحيات طلعت من الضلمة بصوت يقرب القلب، وعيونها بتلمع زي الجمر، والهوا بقى جامد لدرجة إن الأبواب اتقفلت لوحدها. الشيخ مبروك وقف في نص البيت، وصوت فتحية بدأ يتداخل مع كلامه، وبقى صعب يعرف الفرق بين صوتها وصوته. فجأة ظهر ضوء أبيض قوي، وفتحية اختفت وسط الدخان، لكن أثرها بقى محفور في كل حاجة حواليهم، والبيت بقى ساكن لكن كأنه بينتظر شيء. القرية كلها كانت ساكنة، بس قلب كل واحد فيها مليان خوف، والكل عارف إن العفريت لسه موجود وبيراقبهم من الظلام. في نص الليل فتحية ظهرت فجأة على باب بيت أبو يوسف، وقبل ما حد يقدر يتحرك البيت ابتدى يهتز والزجاج اتكسر كله. أبو يوسف اتشل، وعيونه كانت بتتلون باللون الأحمر، وكأنه بقى مملوك للظلام وما بقاش قادر يتحكم في نفسه. الناس حاولوا يهربوا من القرية، بس كل الطرق كانت مغلقة بضباب أسود غامق، والهواء كله ريحة جمر وكبريت. في وسط الضباب فتحية بقت تظهر في أشكال مختلفة، مرات ست شابة، مرات مخلوق مش مفهوم، ومرات ظل طويل بيجري بسرعة. الشباب اللي فضلوا قاعدين حاولوا يجتمعوا مع بعض ويخططوا لإيقافها،
بس الرعب سيطر عليهم، وواحد واحد بدأ يختفي من غير سبب. في ليلة باردة فتحية دخلت المزرعة اللي جنب القرية وبدأت تتكلم بصوت هادي، بتوعد بدمار أكبر لو حاولوا يتحدوا العفاريت. واحد من الشباب قرر يواجهها لوحده، دخل البيت الملعون بعد الساعة 3، لكن فتحية ضحكت وقالت له: أنت لسه صغير في اللعبة دي. البيت ابتدى يتهز وتبدأ الأصوات المرعبة تعلى، وأبواب بتفتح وتقفل لوحدها، والشباب اللي كان معاه في البيت بدأ يصرخ من غير سبب. فجأة باب البيت اتقفل بقوة، وفتحية ظهرت وسط الضباب، عيونها حمراء وأيديها طويلة وكأنها أرجل العنكبوت. آخر حاجة شافها الشباب كانت وجه فتحية بيتحول لشيء مش إنساني، وصرختها خدتهم في عالم من الظلام الأبدي. بعد ما الباب اتقفل، الشباب لقوا نفسهم في غرفة مظلمة، والحوائط بتتنفس كأنها كائن حي. في اللحظة دي الأرض بدأت تتشق، ود طويلة وبيضاوية شكلها زي المخالب طلعت من تحت بتحاول تمسك الشباب. الشباب اتحركوا بسرعة، بس الضباب بدأ يدخل من الشقوق، وريحه كريهة وقوية كانت بتخنقهم. فتحية ظهرت فجأة على السقف وعيونها الحمراء بتنور، وبصوتها الهادر قالت: مين فيكم هيعيش لحد الفجر؟ واحد من الشباب حاول يقرأ قرآن، بس صوت فتحية كتمه وقفل بقه، والدموع نزلت من عيونه بلا إرادة. في وسط الفوضى واحد تاني اختفى فجأة، واللي باقيين حسوا إن في حاجة بتراقبهم من كل زوايا. الضباب بقى أغلى، والبيت كله بدأ يتحول لعالم غريب، والجدران بتسيح كأنها شمع، والباب الرئيسي اختفى. فتحية قربت منهم، جسدها تحول لدخان أسود، والأصوات اللي بتطلع منها كانت زي صراخ آلاف الأرواح المعذبة. الشباب بقوا محاصرين، وأصوات خطوات بتسمع في الظلام، لكن مفيش حد شايف حد، كأن الأرض نفسها بتبتلعهم. وأخيراً قبل ما الفجر يطلع، فتحية صرخت صرخة مدوية خلت الجدران تهتز، والكل حس إن نهايتهم قربت. قبل الفجر بدقايق الضباب بدأ يخف، وفتحية رجعت بشكلها البشري، لكن عيونها لسه حمرة ومليانة شر. البيت كله كان ساكن فجأة، والهدوء كان مخيف أكتر من أي صوت، والشباب اللي لسه موجودين بدأوا يتحركوا بحذر. الشيخ مبروك دخل البيت وبدأ يقرأ آيات من القرآن بصوت عالي، والجو بدأ يتغير والضباب ابتدى يختفي. فتحية وقفت في نص الغرفة، وشهرتها بتدور وعيونها بتغلي نار، لكنها ما قدرتش تقاوم قوة القرآن. بصوت صارم الشيخ مبروك قال: روح عن القرية دي يا لعنة، وروح لعلمك المظلم. فتحية صرخت بأعلى صوتها، والجدران ابتدت تتصدع، وقطع من الحجر وقعوا على الأرض. فجأة ظهر نور أبيض قوي غطى المكان كله، وفتحية تحولت لدخان أسود ورجع اختفى في الهواء. الشباب حسوا بإحساس غريب، كأنهم اتحرروا من قبضة الظلام. القرية رجعت نورها تدريجياً، والناس بقت تتجمع على أطراف القرية، والكل بيحكي عن اللي حصل. في النهاية فتحية اختفت، لكن في الليل بعد الساعة 3 الكل بيحس إنها لسه موجودة في الضباب، تراقب وتنتظر لعنة ما تنتهيش.